لحد ما يجي اليوم اللي قلبت فيه الدنيا رأساً على عقب. تليفوني رن وكان هو أحمد. قلبي كان بيرقص من الفرحة. كنت متوقعة إنه حيكلمني عن الشبكة، عن تفاصيل الفرح. رديت عليه بكل حماس، لكن صوته كان هادي ومختلف. قال لي: عاوز أتكلم معاكي في التليفون ندردش شوية. قلت في بالي: يا سلام، ده أكيد حيفتح معايا مواضيع مهمة. لكن اللي قاله بعد كده كان زي السيف اللي نزل على قلبي. بصراحة يا ليلى، أنا قعدت أفكر كتير في كلامك وسؤالك ده. لما يبقى عندي 60 حيبقى عندك 40، هتبقى لسه بتحب تخرج معايا وتساعدني؟ السؤال اللي أنا سألتهوله بكل براءة عشان بس أطمن على مستقبلنا. أحمد كمل كلامه بهدوء قاتل: سؤالك ده خلاني أفكر كتير. حسيت إن السن كبير. كلامه نزل عليا زي الصاعقة. إيه رد فعل ليلى على الصدمة دي؟ وهل الحب الحقيقي ممكن يستسلم لفرق السن؟ النهاية الصادمة في الجزء الأخير، ما تفوتهوش.